أهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج تحريات. قضية اليوم تعود وقائعها إلى سنة 2015. جريمة اهتز لها سكان حي بن باديس بولاية سيدي بالعباس. ميلود شعيبي طفل لا يتجاوز عمره 15 سنة اغتصب من قبل مجموعة من المجرمين من صلب واحد وقتل بعدها بأبشع الطرق. جريمة فعلا بشعة ارتكبت من طرف وحوش بشرية. فما هو الدافع وراء ذلك؟ وهل يمكن أن يكون السبب تصفية حسابات أم أن هناك ملابسات خفية؟ هل تم توقيف الفاعلين؟ أسئلة نجيب عليها مع أهل الضحية. فلنتابع. ميلود شعيبي طفل يبلغ من العمر 14 سنة، ينحدر من منطقة بن باديس في ولاية سيدي بالعباس. تلميذ في الطور المتوسط، متفوق دراسيا ويعيش وسط عائلة ميسورة الحال. ميلود تعود على اللعب في الحي والدخول إلى المنزل قبل آذان المغرب. كالعادة بقي الطفل ميلود رفقة أصدقائه يلعب بالقرب من مسكنه العائلي. كانت الساعة تشير إلى 4 مساء عندها طلبت منه والدته الصعود إلى المنزل لتناول وجبة فطور المساء. بعد دخول الطفل ميلود للمنزل شرب حليبه مسرعا وخرج ثانية إلى الحي ليكمل اللعب واللهو رفقة أصدقائه. قلت له ما تخش تقهوى تقهوينا ضالي كل واحد يتقهوى لروحه. وذاك النهار خوته للزوج وهو قعدنا نتقهوى واقف يغافص زعما كان بلغ باش يعاود يخرج يغافص هكا بالقا. قال له خويا ما تغافصش ناكله واحد النهار اللعب راه مهبلك شرب القهوه في خاطرك. جايب زريعه هكا مسكين جاب لي ديك الزريعه طالي قال لي هذه زريعه منقيه وهذه نقيه روك حطها لك هاك يسلم يخرج. في حدود الساعة 6 مساء اختفى ميلود شعيبي عن الأنظار. حينها انتبهت الوالدة لتأخر ابنها عن الدخول للمنزل فبقيت تترقب عودته بفارغ الصبر. الطفل ميلود لم يعد بعد إلى المنزل. عاود نولي زعما هو عنده المغرب يدخل للدار ما يزيدش من المغرب ما يزيدش يقعد برا. عاود وليت انا عندي واحد بواط هكا حطهم تاع كاطو هكا نقرا فيهم نقرا ونعاود نحطهم نعاود نمشي نرقب نعاود نلقاه يلعب. كان المغرب مازال ما اذنش عاود وليت حتى نجي معاه كي اذن المغرب عاود وليت نرقب. بالك 3 خاطر وانا هكاك. الثالثه خرجت نرقب كي رقبت ما لقيتش طابز اللي كانوا يلعبوا معاه. لا هو كان صايأذن المغرب
مع مرور الدقائق ازدادت مخاوف الوالدة، ما جعلها تعيش حالة من القلق والتوتر. يا ربي وين مشى ولدي، يا ربي يا ربي وين مشى. مرت الساعات وزادت الشكوك، فقررت الوالدة رفقة ابنها الأكبر التوجه إلى مصالح الأمن للتبليغ عن اختفاء ابنهم البالغ من العمر 14 سنة بطريقة مفاجئة. ما الميلود ما بقاش. هذا ويروح؟ كاش الله يعين الحوسوي. مشيتو عند صحابها، مشيتو عند بولسي سيدي حماد. سقسي عند صحابها، وين مشى؟ واش بلي عند صحابك؟ كنا انا وهذا بولزيق لعبوا معاه. كنت هكا الخمسة ونص. كنا نهيك في بلاصة اللعب. عاودنا نلغاو لي الدار، مشيت نسقي الماء. كان معايا هذا بوزيد. مشينا نسقي الماء، هو كان جمع بلاصيطة هود منا مشي الحوش. إذا وين مشى؟ تولي مشى عند لابوليس وصحيح. والحشام ما بانش، قلت نبقاو روحنا في الطريق ونشوفو. مشينا عند لابوليس، ديك رانينا بي قالك جيبوا لها النكوه والتصويره تاعها غدوه، حتى الغدوه. كنمشي ديك الساعه حتى الغدوه يجيبوا لها. هي طلعت بالخاف هنا، جبت لها التصويره كتفتح الكراس تاع المراسله، قلعتها لها وولدتها. لاباس الحمد لله. مالك خويا؟ عاودي خويا ما بانش مع شويه المغرب خرج من الدار ما بانش. شكون ميلو؟ انا حوسوا ديك الله مشينا عند الكوميساريه ما كان والله. عاودي كاش اللي قال لك؟ كاش قال لي شافه وين جا؟ كاش قال لي شافه مازال ما سمعنا. مشيت عندهم ما بان والو كاع. اي نمشيو نحوسوا. اي حنا زوج طلعوا منا نهودوا منا. ايوا محمد بغى يهودوا منا فيلاش ثم راحوا هودوا كاش حاجه ديال صافي. انتشر النبأ بين سكان منطقة بن باديس، فطلب محمد الشقيق الأكبر لميلود من جيرانه وأصدقائه مساعدته للبحث عن أخيه. قعدت هكاك ما ديتهاش راني نخدم في الصوالح وسابقت لي خاطر نسيق خاطر ما سيقش، وكانت زعما النساء قاعدين يدخلوا عندي، كانوا كيسخروا برا يدخلوا انا ما حتى من دخلت وحده قعدت تبكي كي شفتني ساكته ما دارتش عليها. بعد راني هكاك تهضر مع المراه اللي كيصرى لها كل شيء، طبطبت بجد اختي ومرت خويا في الباب. ديك الطبطيبه زعما ملي طبطبوها كيزقوا زعما عرفت بعدا حسيت ولدك اللي راه في الساشيه. جا واحد صاحبي جايب خويا قال لي ولي ما كان والو، قلت له وديني نمشي نشوف كيف ما كان والو، انا نمشي نشوف شكاين. انا مشيت دخلت تقعد يقول لها ودي، واحد يقول لها باز كاتلينا، واحد يقول لها مرا، ما فهمت والو. ديجا انا تشلوت دوك. انا شان درت في راسي باللي خويا الله يرحمه راه لداخل، بصح هو مقيوس قدامي. كي من بعد عاد انتبهت باللي هذاك اللي هذيك الشكاره راه فيها خويا الله يرحمه. هي قعدت نبكي زعما ما تدخلش في راسك، لخاطر لا بريمير فوا تصرا عمرها لا صرات عندنا هنايا. ما تدخلش في راسك كاع كيف نقاس الشكاره، علاه داروا لها كيما هاك مانيش عارف. ما قديت في هذيك اللحظه، قلت بالك ماشي خويا بالك واحد اخر، ما جاتش في راسي كاع بلي خويا يقتلوه ويقيسوه لنا قدام الدار. هذه حاجه كاع ما تتصورش. قعدت شويه استخبرت بلي هذاك خويا، ما نكذبش عليك ما نجمش نحكي لكم شو حسيت. ما قديتش، حسيت واحد الاحساس كاع. تمنيت في هذيك اللحظه لو كان انايا يقتلوني وما يقتلوش خويا بريء، ما دار والو في هذه الدنيا. كنا مريحين هنا في ذي البلاصه، عاود جا طالع بوه منا، قال له واحد مول براكه، قال له راهم لقاو مرا في شكاره، وهو ذاك ولده وما راش عارفه باللي ولده.
عاود احنا كي هودنا شفنا لقيناه في شكاره، شفنا لقيناه ولده. اي عاود قعدنا هاكا نبكو تفين غابر. هكذا تم العثور على جثة ميلود في النفايات. ميلود مكبل اليدين والرجلين داخل كيس بلاستيكي. صدمة عنيفة تلقتها عائلة الضحية، وهلع كبير أصاب سكان حي بنو باديس. فمن هو الفاعل؟ هل تم توقيفه؟ ومن أجل ماذا؟ فلنتابع. جي زعما عاقل ولدي العقل يقرا زين، شوف ما في الباص باش يخطي على باص ما فيش، ما يفر على باص ما في حاجه ربي من عند ربي مربي، ماشي انا اللي ربيتها، ربي نزلها ليها من عند ربي مربي ولدي. زعما ما نقولكش ما فيش حاجه اللي كان نقول لي زعما قال لهمش حاجه ولا قال لهمش كلمه بالك قال يتعقموا منه باص 14 عام شي كبير. وبالنسبه كاين اللي 14 عام وكاين اللي قافز. هو لا، هو نية زعما نيتها هي اللي داتها. جماعة اللي نديروا مسيرة سلمية في حق هذو المجرمين نقوم بالقصاص إن شاء الله. صحيح؟ إن شاء الله. قاعد نستعملوا. بعد مرور عدة دقائق من العثور على الطفل ميلود شعيبي جثة هامدة، انتشر الخبر عبر مختلف المناطق المجاورة لمنطقة بن باديس. قرر السكان والجيران تنظيم مسيرة سلمية. وراح الناس هنا تصور وراح تشوف مش الدولة ما تقول لك راح الشيخ خويا راح ولا 14 عام راح ما غادي يردوا ولا ما غادي يردوا حتى حاجه راح المولى ما غاديش. حينها خرج المئات من سكان منطقة بن باديس في ولاية سيدي بالعباس في وقفة احتجاجية سلمية، مطالبين بتوقيف الفاعلين وتطبيق القصاص في حقه. راني باين جمعيه ضد هذا الفساد اللي راه موصل في الجزائر. واخويا هذا الحادثة خلفت حزنا شديدا وسط الأهل والأقارب، خصوصا أن ميلود قتل بكل وحشية ومن دون سابق إنذار. كنت دايره بلي ولدي قلت ولدي كان عندي امل كبير بلي ولدي عاود يولي ويطبطب عليا وعاود يقول قلت بالك مدرقين عاود يولي لي. ما كنتش دارتها كاع بلي صرا نقول لك صح ما كنتش دايره بلي صرا لولدي هاد الحاجه كيما هكا يدربوا كاع ويعاودوا يردوا. قلت له كنصوتوا وكنضربوا وكنحقروا وكنديروا اي حاجه وما جابوا لي سما كتلوا لي شكل لا كيسمك اي واحد ما يقدش يتفكر زعما حاجه هكا ما قدش نعبر لك عليها زعما حاجه في هذا الولي صات الولي قليل. انا ما كنتش دايره كاع وليت تصاوي حاجه جيني ذاك الخبر كل شيء. وفي الليل ظنيت مين كانوا يكتلوا فيه تزير عليا قلبي وقعدت نزقي في الليل الاثنين في الليل قعدت نزقي. ولدي كان عدايا قاعد يسكت فيا في ذاك القور وانا قلت هكا نقول لك ولدي ولي لي بالك لي حد الان. اما انا ولدي نقول بالك ماشي ولدي بالك ماشي الميلود هذاك بالك يطبطب عليا بالك يعاود يولي لي يقول لي ما انا كندير داسيني كنبقى مدرقيني بالك عاود كاع هكاك شتها كاع شتها في قالوا روحي شوفي قلت له ما نشوفهاش ما بقيتش نشوف ولدي في ساشيه ما بقيتش نشوف ولدي في ديك اللحظه ما بقيتش نشوفها. كاع راحوا يجروا شافوا كيما هكا ما جابوش زعما كيما كان داير بصح ما قديش حاجه زعما ما قدش نشوفها هكا. من بعد خويا جاو الناس عزاونا وكاع قعدنا مع العزايه هنا تاعنا استقبلنا الضياف تاعنا غايه. الشرطه كتخدم في خدمتها خويا. حنايا قعدنا نهار من بعد شفنا ما بان والو
حنا شاشره، حنا 10 صحاب مع بعض، ولاد حومه وكاع كابرين مع بعض. مشينا خويا خدمنا تصاوير، جبنا لي بوندروم، كتبنا فيهم، طالبنا خويا باش يجيبوا لنا هاد المجرمين. انطلقت التحريات في جريمة قتل طفل لا يتجاوز عمره 14 سنة. بعد العثور على الجثة وأمام ذلك الحشد من سكان المنطقة، قامت الشرطة بتوقيف عدد من الشباب الذين يسكنون بالقرب من مكان وجود الجثة لاستجوابهم وللتحقيق معهم. بعدها مباشرة تم فحص الجثة من قبل الطبيب الشرعي ليتفاجأ الكل بالنتيجة. الطفل ميلود اغتصب بطريقة وحشية قبل أن يقتل. بعد 3 أيام عن الحادثة، تمكنت مصالح الأمن من توقيف المتورطين في جريمة قتل الطفل ميلود شعيبي. يتعلق الأمر ب3 أشقاء تتراوح أعمارهم بين 20 و 25 سنة رفقة شريكهم الرابع البالغ من العمر 23 سنة، حيث تم اقتيادهم إلى مقر الأمن لمباشرة التحقيق معهم. التقرب من أهل المتهمين لتقصي الحقائق والحصول على السبب الخفي لارتكاب هذه الجريمة، لكن رفض هؤلاء المواجهة والتكلم عن جريمة نفذها 3 أشقاء بكل برودة دم. هذو الناس كانوا يدوروا مع خويا، هذو في 3 خوت كانوا يدوروا مع خويا، والرابع ثاني كان يدور مع خويا، ومشي معوق، هو مشي معوق، الفيزاج تاعه كي تشوفه تحس به معوق، هو 100% بعقله ونورمال. هو اصلا هذاك الانسان كما نقولوا يحقر الباز. هما مع هذو الناس يعرفوني كي داير، خاطر وكان وصلني الميساج باللي انت حقرت خويا انا نكمل معاك بالشيء اللي كاين، زعما نوصل نكت لك، لخاطر علاه هذا شرفي. هما كي هذا السيد لخاطر مضار يريح مع خويا ويعرف العقليه نتاعي، جا هو هذا الانسان كان يقرا معايا، بالك يخافوا منا قتلوه قاسوا فيه شكارة، زعما جريمة داروها بشعة كاع بزاف. وهذيك انا ما راني زعما كاع ما نرقدش في الليل، ما نبقاش نرقد لخاطر دائما تصور لي شكارة مقيوسة قدامي. واحد فيهم كان يحوس على القصاص، لين تستخبر بولدي ذاك واحد محمد كان يحوس على القصاص ومعاهم في المسيرة ويقول القصاص، وكلت وسقد معاهم هنا الطعام في الليل والغزال غدوه عاد الجنازه تاعها، نهار الجنازه تاعها، خاطر 3 احنا ما دفنوش 4 وسقد معاهم ودار في المسيره مع ولدي ودار في الجنازه، ويقول لهم هذا كنا حكمه اللي كنت له بيديه وهو اللي معاهم، وفي التاليف عند القبار بقى هو التالي. ولد اختي البيت كان يقول لي هو التالي عند القبر، قال لي كي درت هكا شفت عند القبر، قال لي كنا افترقنا المقابره، قال لي هو اللي ظنها ما تضلش عندها زعما هذاك تشوف ما تظنش، كنت تشوفها كيما تظنش بلي زعما هذاك. حضر معنا الجنازه، دار معنا مسيره. هذا الانسان كان يجي عندنا الحومه هنايا تقريبا راه ولد حومه، كنا نتهلاو فيه حنايا، انا واحد من الناس كنت نتهلا فيه خويا، كنت نعطيه القش، كنت نديه قهوه نديه فطره هنا، نعطيه صوالح خويا اللي ما دارهمناش تما هو باه. الاف اخويا درنا حاجه كيما هذه، ما من الصوالح اللي دارهم لنا حنا ما توقعناش بلي هذا الانسان بيدير لنا هذه الحاجه. دار معنا صوالح بيزار ما تدخلكش لراسك بلي هذا انسان كاتل ويدير لك هذو الصوالح. جا معنا هنايا، جاو الناس عظموا له لاجر. خويا جا معنا في الليل في الموت، خويا قسم معنا الطعام، قسم معنا التمر، سرب الحليب، عطى الطلبه فامي، قال لهم ادعوا لنا هذا الانسان اللي دارها ربي يخلصه. هو اللي دايرها خويا، واش غادي نقول لك. المشتبه فيهم اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم بعد مواجهتهم بالأدلة العلمية، حيث سردوا الوقائع من بدايتها.
ملابسات القضية الشنعاء انطلقت بتاريخ 26 ديسمبر 2015، حيث كان الطفل ميلود يلعب بالقرب من مسكنه العائلي. في تلك الأثناء كان المدعو سليم يترصد تحركات الطفل عن كثب. بعد مغادرة الطفل ميلود الحي توجه إليه سليم وطلب منه انتظاره بالقرب من السوق للعب معه، هو ما وافق عليه ميلود. أنا لعب في الليل ولا بارس أخوي سخر. أيوة روح والله تقاني ديال سنة في بليد شوية ماء. بعد استدراج سليم للطفل ميلود اتصل بشقيقيه لإبلاغهم بالواقعة. رانا جاي صح خير أنا جاي. وهنا قام الشقيقان رفقة شريكهم الثالث بالتوجه إلى مكان تواجد الطفل ميلود. هناك قام الشركاء بالتعدي على الطفل جنسيا، فقاموا بتكبيل يديه ورجليه. اغتصبوه، هما اغتصبوه، هما كيداوه زعما باينه كيما نقولوا صيفطوه يشري، لخاطر خويا اي واحد يمشي يشري له، كاع الناس تعرفه ونيه صيفطوه يشري لهم، هما تاع كاشيات وشراب دعوه الشر، يبان لي كي دخل لهم امانه نتاعهم يبان لي ثم قضبوه، ما بغاوش يطالبوه وما اغتصبينه. والطبيب زعما حنايا رانا نشوفوا في الدعايات هنا تاع الناس نورمالمون الناس هنايا في بن باديس يواسونا، بصح الناس هنا لا، هنا راهم يهضروا فينا، راهم طالقين فينا زعما واحد الدعايات الله يجعل ربي يخلص فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل منهم، طالقين فينا واحد الدعايات زعما ما كانش كاع اللي زعما ما كانش اللي توقعها، ما كانش اللي توقعها. انا دوك انت خويا الطبيب مأكد باللي مختص بينه لا بريمير فوا، خويا يتخرب فيه يجي عندي يشكيلي. بعد اكتشاف سليم وشركائه أن عائلة الطفل رفقة الجيران بصدد البحث عنه، قرروا التخلص منه لدرء الفضيحة، ما جعلهم يقومون بضرب ميلود بطريقة بشعة. الطبيب الشرعي كي دار الطبسي لقاه ضاربينه كيما نقولوا هنايا، هنا مضروب عند الراس كيما نقولوا دامرينه، مضروب على خير هنايا عند الراس والدم سايل له من البلاصه، وهو مشي فينا خاطر في النهار طلقوا الفوق قالوا باللي مقطعين له راسه، بصح ولا هو يمشي فينا وضاربينه ثاني الضرب، لخاطر قال لهم زعما انا ما قدش نقول لكم قداش زعما ديفوند على روحه، هما كي تحاوزوه قاعد يضرب على روحه، الله غالب ما قادش معاه، هو قليل صحه كي ما قادش تغاشى زعما هما لا يجعل ربي يخلص فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل، زعما حاجه داروها ما تدخلش، انا ما تدخليش للراس. داروا كلشي داروا، واحد في عمره 25 عام، واحد 24، وخوهم في عمره 21، والرابع اللي مشي خوهم في عمره 21 25. سمعت هذوك كاع كبار عليه والشير صغير. الطفل بقي يقاوم متأثرا بعدة إصابات بليغة. الجنات لم يشفى غليلهم بعد، فقاموا بخنق الطفل بشدة. ثوان معدودة ميلود يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بعدة إصابات خطيرة. مات قريبين لك هنا باللي ما يسووش، راهم في 4 فيلاجات، وين يمشوا يديروا مشاكل، وين يمشوا يديروا مشاكل. وكنت منتظره زعما كنت منتظره هنا تصرى الصوان، كنت منتظر
بصح انا كاينه حاجه واحده اخرى اللي حاجة. هنا درك هو واحد من راح بين المغرب والعشاء من الطريق الكبيره الفوق حتى لهذا البلاصه، لازم نوريها لكم البلاصه شكون داه ثم، ومن بعد في الليل كيفاش من فما يتلقى لنا حتى لهنا باش جابوه زعما يتمشى نورمال عادي، وهذه يفوتها هذه يكون جا حتى خطر المام راها منا حتى ثم وين صرات واحد 100 متر يجي للدار، كون كان كيما راح يجي للدار. بصح هنا يبين لك الشير ما كانش نورمال، كيفاش من هي بان هاك وعاود لقيناها هنا. بعد تأكد الشركاء من وفاة ميلود اتفقوا على التخلص من الجثة وطمس آثار الجريمة، فقاموا بوضعه داخل كيس بلاستيكي وتخلصوا من الجثة برميها في النفايات. العائلة أكدت أن أسباب الجريمة تبقى مجهولة نظرا لكونهم ميسور الحال، ولا توجد أي أطماع اتجاههم، ما حز في نفوسهم كثيرا أن العديد من سكان المنطقة روجوا لعدة إشاعات وأقاويل حول الدوافع الحقيقية لمقتل الطفل ميلود. واحد يردوا هذا المتهم الرابع كان يديه هو زعما هذا اصلا يخاف زعما باش يدير حاجه كيما هاك ما يقادش يديرها. هذا باينه باللي كيما نقولوا لا بريمير فوا صرات له كيما هاك، خاطر كان مضاري تصلا راه ما يقتلوش. هو ما عندهاش معالقه حتى مع واحد على البلاصه صغير 15 سنه داخل 15 صغير ما يفارقش الدار، هذا اي قدام الدار قاعد جوارين يعرفوا هذا ما عندهاش معالقه حتى مع نيسان. هاد الناس باه داوه زعما خدموا له كيفاه داوه. من جهتهم صرح سكان الحي أن الجريمة خلفت صدمة كبيرة في المنطقة، مما جعل الأطفال يعيشون حالة من الرعب والخوف بعد هذه الحادثة. هو هذا قاعد يخاف على روحه، الضبزة بس توصلهم أهلي كون جيبه نسيه وغادي يجيبوا ولادي، خوف قاعد في بن بديس. هادو نتاع مخدرات تاع يديروا كلش، هادو ما كانوش، هادو ماشي مديسكار، هادو كانوا في ولاد نيمو داروا مشاكل في بورمونتي في شي طوا جاو هنا. ملي جاو هنا وهي في لي بروبليم كل خطر يجوز يا خطر على العائلة تطالب العدالة بتطبيق أقصى العقوبات في حق مرتكب هذه الجريمة الشنعاء عن طريق إقرار حكم القصاص في حقهم. طالب بالدولة تقتل هادو الناس اللي دايرين كيما هاك خويا، كيما قتل خويا كتله. راك شايف كيفاش خويا باش من بعد خويا تجيبها دخل الحبس عايشه غايه خويا. انايا بارابور لي هذا الانسان خويا قتل، حرم هذا الطفل، حرمه من دنيته، حرمه من ميمته، حرمه من صحابه، حرمه من لافينير تاعها خويا. هذا ثاني ما كانت خاطرها ولدها يعيش وتشوفها عايش غايه ومتزوج وعنده اولاد ودير افينير شابه وكاع خويا. انا نتمنى من الدوله هذه خويا كيما قتلوه يقتلوهم. هذه الحاجه اللي غادي نقولها لك انا نطالب زعما وزير العدل والدوله اللي راها تشوف المشكل تاعنا، انا نطالبهم بالقصاص كيما داروا خويا، كيما داروا له يديروا لهم. في ربعه ما فيها لا ذيك لا هذاك يحكم 30 عام لا ذاك يحكم 25 عام لا والو، كيما داروا خويا يديروا لهم، خاطر هذو ربعه راها ثابته فيهم. اختطاف، اغتصاب وقتل، سيناريو تعود المجرمون على ارتكابه. أين يكمن الخلل؟ هل يخول لهؤلاء المجرمين أن الدولة لا قانون لها، أم أن قانون العقوبات لا يسن عقوبات صارمة من شأنها أن تحد من هذه الجرائم؟ تم
تم توقيف 4 شبان في العقد الثاني من عمرهم، وبقي سبب ارتكاب الجريمة مجهولا، فيما أرجع مقربون من الضحية أن الجريمة ارتكبت لطمس الفضيحة بحكم أن الطفل ميلود واحد من أبناء حيهم. القضية لا تزال قيد التحقيق، أما نحن فقد وصلنا بكم إلى ختام عدد اليوم. ترقبونا في الأسبوع القادم في نفس اليوم ونفس التوقيت. عليها بعد راني هكا كنت نهضر مع المراه اللي كيصرى لها كل شيء، طبطبت بجد اختي ومرت خويا في البيت. ديك الطبطيبه زعما ملي طبطبوها كيزقوا زعما عرفت، بعدا حسيت ولدك اللي راه في الشاشيه. جا واحد صاحبي جايب خويا قال لي ولي ما كان والو، قلت له ودي نمشي نشوف كيف ما كان والو، انا نمشي نشوف شكاين. انا مشيت دخلت تقعد يقول لها ودي، واحد يقول لها باز كاتلينا، واحد يقول لها مرا، ما فهمت والو. ديجا انا تشلوت دوك، انا شان درت في راسي باللي خويا الله يرحمه راه لداخل، بصح هو مقيوس قدامي. كي من بعد عاد انتبهت باللي هذاك اللي هذيك الشكاره راه فيها خويا الله يرحمه. هي قعدت نبكي زعما ما تدخلش في راسك، لخاطر لا بريمير فوا تصرا عمرها لا صرات عندنا هنايا. ما تدخلش في راسك كاع كيف نقاس الشكاره، علاه داروا لها كيما هاك مانيش عارف. ما قديتش في هذيك اللحظه، قلت بالك ماشي خويا بالك واحد اخر، ما جاتش في راسي كاع بلي خويا يقتلوه ويقيسوه لنا قدام الدار. هذه حاجه كاع ما تتصورش. قعدت شويه استخبرت بلي هذاك خويا، ما نكذبش عليك، ما نجمش نحكي لكم شو حسيت. ما قديتش، حسيت واحد الاحساس كاع، تمنيت في هذيك اللحظه لو كان انايا يقتلوني وما يقتلوش خويا بريء، ما دار والو في هذا. خاطرونا هكاك. الثالثه خرجت الركب، كي ركبت ما لقيتش تا باز اللي كانوا يلعبوا معاه، لا هو كان صايأذن المغرب. مع مرور الدقائق ازدادت مخاوف الوالدة، ما جعلها تعيش حالة من القلق والتوتر. يا ربي وين مشى ولدي، يا ربي وين مشى. مرت الساعات وزادت الشكوك، فقررت الوالدة رفقة ابنها الأكبر التوجه إلى مصالح الأمن للتبليغ عن اختفاء ابنهم البالغ من العمر 14 سنة بطريقة مفاجئة. ما الميلود ما بقاش، هذا وروح كاش الله يعين الحوسوي. مشيتو عند صحابها، مشيتو عند بولسي في سيدي حماد، سقسي عند صحابها وين مشى؟ واش باللي عند صحابها كنا انا وهذا بوزيق لعبوا معاه، كنت هكا 5:30 كنا نهيك في بلاصه اللعب. عاودنا لغاو لي الدار، مشيت نسقي الماء، كان معايا هذا بوزيق، مشينا نسقي الماء، هو كان جمع بلاصيطه هود منا مشي الحوش. إذا وين مشى؟ باللي مشى عند لابوليس وصافي. جا ربي من عند ربي مربي، ماشي انا اللي ربيتها، ربي نزلها ليها. من عند ربي مربي ولدي، زعما ما نقولكش ما فيش حاجه اللي كان يقول لي زعما قال لهمش حاجه ولا قال لهمش كلمه، بالك قال لي يتعقموا منه باز. 14 عام شي كبير، وبالنسبه كاين اللي 14 عام وكاين اللي قافز. هو لا، هو نيه زعما نيتها هي اللي داتها. جماعة اللي نديروا مسيرة سلمية في حق هذو المجرمين، نقوم بالقصاص إن شاء الله. صحيح؟ إن شاء الله. قاعد نجتمعوا. بعد مرور عدة دقائق من العثور على الطفل ميلود شعيبي جثة هامدة، انتشر الخبر عبر مختلف المناطق المجاورة لمنطقة بن باديس. قرر السكان والجيران تنظيم مسيرة سلمية. وراح الناس هنا تصور وراح تشوف الجمله ما تقول لك الله اكبر نبغوا القصاص.
بعد دخول طفل ميلود للمنزل شرب حليبه مسرعا وخرج ثانية إلى الحي ليكمل اللعب واللهو رفقة أصدقائه. قلت له ما تخش تقهوى، تقهوينا ضاري كل واحد يتقهوى لروحه. وذاك النهار خوته للزوج وهو قاعد نتقهوى واقف يغافص زعما كان بلغ باش يعاود يخرج يغافص هكا بالقهوه. قال له خويا ما تغافصش ناكله، واحد النهار اللعب راه مهبلك، شرب القهوه في خاطرك. جايب زريعه هكا مسكين، جاب لي ديك الزريعه طالي، قال لي هذه زريعه منقيه وهذه نقيه روك حطها لك هاك يسلم يخرج. في حدود الساعة 6 مساء اختفى ميلود شعيبي عن الأنظار. حينها انتبهت الوالدة لتأخر ابنها عن الدخول للمنزل، فبقيت تترقب عودته بفارغ الصبر. الطفل ميلود لم يعد بعد إلى المنزل. عاود نولي زعما هو عنده المغرب يدخل للدار ما يزيد. تهم المواجهة إليهم بعد مواجهتهم بالأدلة العلمية، حيث سردوا الوقائع من بدايتها. ملابسات القضية الشنعاء انطلقت بتاريخ 26 ديسمبر 2015، حيث كان الطفل ميلود يلعب بالقرب من مسكنه العائلي. في تلك الأثناء كان المدعو سليم يترصد تحركات الطفل عن كثب. بعد مغادرة الطفل ميلود الحي توجه إليه سليم وطلب منه انتظاره بالقرب من السوق للعب معه، هو ما وافق عليه ميلود. انا لعب في ولا باص اخويا سخر. ايوه روح بالوقت قاعدين ديال سنه في بقيت شويه بعد استدراج سليم للطفل ميلود اتصل بشقيقيه لإبلاغهم بالواقعة. رانا جايين صح خير انا جاي. وهنا قام الشقيقان رفقة شريكهم الثالث بالتوجه إلى مكان تواجد الطفل ميلود. هناك صحيح ان شاء الله يعني بعد مرور عدة دقائق من العثور على الطفل ميلود شعيبي جثة هامدة، انتشر الخبر عبر مختلف المناطق المجاورة لمنطقة ابن باديس. قرر السكان والجيران تنظيم مسيرة سلمية. وراح الناس هنا تصور وراح تشوف شدوا ما تقول لك راه شي خويا راح ولا 14 عام صاير راح ما غادي يروح ولا ما غادي يروح حتى حاجه راح المولى ما غاديش. حينها خرج المئات من سكان منطقة بن باديس في ولاية سيدي بلعباس في وقفة احتجاجية سلمية، مطالبين بتوقيف الفاعلين وتطبيق القصاص في حقه. راني باين جمعيه ضد هذا الفساد، هذا الفساد اللي راه موقع في الجزائر واخويا هذا خويا. ثلاثه احنا ما دفنوش حتى الاربعه، وسقت معاهم ودار في المسيره مع ولدي ودار في الجنازه ويقول لهم هذا كنا حكمه اللي كنت له بيديه وهو اللي معاهم. وفي التوليف عند القبر بقى هو التالي. ولد اختي البيت كان يقول لي هو التالي عند القبر، قال لي كي درت هكا شفت عند القبر، قال لي كنا افترقنا المقابره، قال لي هو اللي ظنها ما تضلش عنده زعما هذاك تشوف ما تظنش كنت تشوفها كيما تظنش باللي داير زعما هذاك. حضر معنا جنازه، دار معنا مسيره. هذا الانسان كان يجي عندنا الحومه هنايا تقريبا راه ولد حومه، كنا نتهلاو فيه حنايا. انا واحد من الناس كنت نتهلا فيه خويا وكنت نعطيه القش
كنت ندي قهوه ندي فتره هنا نعطي صوالح خويا اللي ما دارهمناش تا هما وباه الافا خويا درنا حاجه كيما هذه ما من صوالح اللي دارهم لنا حنا ما توقعناش بلي هذا الانسان بيدير لنا هذه الحاجه دار معانا صوالح بيزار ما تدخلكش لراسك بلي هذا انسان كاتل ويدير لك هذو الصوالح جا معانا هنايا جاو الناس عظموا له لاجر خويا جا معانا في الليل في الموت خويا قسم معانا طعام قسم معانا تمر سربه الحليب عطى الطلبه فامي قال لهم ادعوا لنا هذا الانسان اللي دارها ربي يخلصه هو اللي دايرها خويا واش غادي نقول لك. المشتبه فيهم اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم بعد مواجهتهم بالأدلة العلمية، حيث سردوا الوقائع. كنت هاكا الخبصة ونص، كنا نهيك في بلاصة اللعب، عودنا نلغاو لي الدار مشيت نسقي الماء، كان معايا هذا بوزيد، مشينا نسقي الماء هو كان جمع بلاصيطة هود منا بجي الحوش. إذا وين مشى؟ اللي مشى عند البوليس وصحيح. والحشا ما يبيعش، قلت لكم حنا بالطريق ونشوفوا. مشينا عند لابوليس ديك رارينا بي قال جيبوا لها النكوه والتصويره تاعها غدوه حتى الغدوه. تمشي ديك الساعه حتى الغدوه جيبوا لها. هي طلعت بالخاف هنا جبت لها التصويره كتفتها الكراس على المراسله قلعتها لها وهوتها. لاباس الحمد لله. مالك خويا؟ عاودي خويا ما بانش مع شويه المغرب خرج من الدار ما بانش. شكون ميلو؟ انا حوسه وديك الله مشينا عند الكوميساريه ما كان والو والله. عاودي كاش اللي قال لك كاش قال لي شافه وين جا؟ كاش قال لي شافه مازال ما سمعنا. مشيت عندهم ما بان والو كاع. اي نمشيو نحوسوا اي حنا ميلو قعدت هكاك ما ديتهاش راني نخدم في الصوالح وسابقت لي خاطر نسيق خاطر ما نسيقش وكانت زعما النساء قاعدين يدخلوا عندي كانت كيسخروا برا يدخلوا انا ما حتى من دخلت وحده قعدت تبكي كي شفتني ساكته ما دارتش عليها. بعد راني هكاك تهضر مع المراه اللي كيصرى لها كل شيء طبطبت بجد اختي ومرت خويا في الباب ديك الطبطيبه زعما ملي طبطبوها كيزقوا زعما عرفت بعدا حسيت كي ولدك اللي راه في الشاشيه. جا واحد صاحبي جايب خويا قال لي ولي ما كان والو، قلت له ودي نمشي نشوف كيف ما كان والو، انا نمشي نشوف شكاين. انا مشيت دخلت تقعد يقول لها ودي واحد يقول لها باز كاتلينا واحد يقول لها مرا ما فهمت والو. ديجا انا تشلوت دوك انا شان درت في راسي باللي خويا الله يرحمه راه لداخل بصح هو مقيوس قدامي. كي من بعد عاد انتبهت باللي هذاك اللي هذيك الشكاره راه فيها خويا الله يرحمه. هي قعدت نبكي زعما ما تدخلش في راسك لخاطر لا بريمير فوا تصرا عمرها لا صرات عندنا هنايا. ما تدخلش في راسك كاع كيف نقاس الشكاره علاه داروا لها كيما هاك ماهيش عارف. ما قديت في هذيك اللحظه قلت بالك ماشي خويا بالك واحد اخر ما جاتش في راسي كاع بلي خويا يقتلوه ويقيسوه لنا قدام الدار. هذه حاجه كاع